كان جدي عليه رحمة الله رجل نظيف جدا، يحب النظافة. مش عايز افصل او في موضوع جدي ده، لكن كان يعني يعمل صباعه كده لو لقى تراب بس يعني ايه يعملها مشكلة. الشاهد ايه، لما مات ورحنا، وكانت يمكن اول مرة بقى اروح القبر، وفتحوا القبر وهنزل على السلم اللي هو نازل جوه المقبرة ده، ولقيت تراب. فمسحت، هاتوا يا جماعة مكنسة نكنس التراب ده، جدي هيدفن هنا. ونزلت تحت، يا رب ريحة لا تطاق، عنكبوت ودخان، يعني الجو مغبر خالص. جدي هيدفن هنا، هيبات هنا. طب مش ممكن ننظف التربة دي؟ امال تبقى تربة ازاي ويبقى مدفون في الارض ازاي؟ وساعتها فقت، قلت لو انا اتدفنت هنا دلوقتي اعمل ايه؟ هي دي فكري بقى. لو انا اتدفنت هنا دلوقتي واسترجع بقى مع القبر يا روضة من رياض الجنة يا حفرة من حفر النار، مش دي خالص. ما انا لا يمكن اتصور ان انا ابات هنا في الريحة دي والتراب ده والضلمة دي. ده هي بس يوضع الجسد وبعد كده الروح تنتقل بقى، تروح يا جنة يا نار. طب انا رايح جنة ولا رايح النار؟ وهنا تحصل الإفاقة، اليقظة. اصحى بقى، رايح فين؟ لو اتدفنت دلوقتي وقفلوا عليك ودخل عليك جليسك، تلاقيه ابيض ولا اسود؟ اتدفنت هنا وقفلوا عليك، معاك عمل ينور لك قبرك، ولا انت مش ناوي تموت؟ انت مش ناوي تموت؟ مش هتموت يعني؟ لا يا مش كلنا هنموت. طب اذا مت دلوقتي هتروح فين؟ لو مت دلوقتي هتلاقي ضمة القبر بحنية، ولا هيكسر أضلاعك؟ لو مت دلوقتي هتعرف تجاوب سؤال الملكين؟ هتعرف ترد على الملكين؟ يقول لك من ربك. مش هينفع حد يغششك. إذا جاءك الملكان وسألك من ربك فقل ربي الله. مش هينفع. انت بقيت في البرزخ، مش هينفع. ده من ربك، من ربك هتقول عن ربك اللي كنت بتربه في الدنيا.